نبيلة بتسأل: دكتور، أنا الترياكتين حاسة إنه أسلوب حياة وإني لازم أمشي عليه باقي الحياة. سؤال حلو جدا عشان إحنا محتاجين نفهم الجملة دي كويس جدا. الترياكتين هيساعدك في إن أنت بتجوع، هيساعدك في إنك بتاكل. في الأول قلنا بينيم وبعد كده أنت بتتعود عليه. كمان لما بتيجي تسحب الترياكتين بتبدأ تسحب الجرعة لحد ما أنت تتعود على عدم وجوده. بتاخد ترياكتين قرص أو 2 أو 3 في اليوم بحد أقصى، فبتاكل كميات محترمة جدا. لما تيجي توقف الترياكتين لازم يتسحب واحده واحده مش مره واحده. كنا بناخده 3 اقراص في اليوم، هنخليه قرصين، بعد كده قرص واحد، بعد كده نص قرص، وكل حاجه من دول 10 ايام، بعد كده يوم ويوم، بعد كده عند اللزوم. لما تبقى النفسيه كويسه مش هنحتاجه، ولو نفسيه متاثره هنرجع له، ولو رجعنا له نرجع له بالتدريج، مش الكميه كلها في جرعه واحده. الترياكتين هو وسيله المساعده الاساسيه للتغيير بلس باقي المكونات. الروشته لازم تبقى كامله هنا، مش هو لوحده اللي هيغيرنا. والترياكتين صحي جدا، مش بيلخبط هرمونات، وكمان ما فيهوش كورتيزون، بس لازم جنبه فيتامينات، ونشرب ميه كتير، ونسيب التليفون. واشوفكم في فيديو جديد.